السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعاقبت لتجسد على أرض الواقع معالم رؤية ملكية متبصرة، قوامها إصلاحات هيكلية، تحديث للبنيات التحتية، تحسين مناخ الأعمال، وكل ذلك ساهم في جذب كبريات الشركات الدولية وإدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية. تحول بنيوي نجني ثماره اليوم. واليوم يؤكد صاحب جلالة في الخطاب على أن الأهداف التي تم تسطيرها في هذه السياسات العامة من الناحية الاقتصادية تم تحقيقها والوصول إليها بطريقة إيجابية، وذكر بنسب النمو التي يحققها المغرب، بقوة المغرب من الناحية الاقتصادية، بالقدرات الصناعية للمغرب، وكذلك بالتفوق من ناحية كذلك المؤشرات المرتبطة. عنوان آخر من عناوين نهضة اقتصادية تحمل العلامة المغربية: المملكة أرض الاستثمار وشريك مسؤول وموثوق. بلغة الأرقام نتحدث عن ارتباط الاقتصاد الوطني بما يناهز 3 ملايير مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر. تحولات اقتصادية كبرى تمثلت في تطوير بنية تحتية، مثال ذلك ميناء طنجة المتوسط، ميناء الداخل الأطلسي، قطار فائق سرعة، والمزيد من المشاريع. كذلك تعزيز مكانة المغرب كقوة صناعية في مجال السيارات، تصنيع السيارات والطيران، كذلك مجال الطاقات المتجددة. إنجازات لا تعكس فقط تنوع الاقتصاد الوطني ورجاحة الاختيارات التنموية المغربية، لكنها تؤشر أيضا على انتقال المغرب إلى اقتصاد منتج ومهيكل. تثمين لمنجزات المملكة المغربية الاستثمارية، فكان كل هذا موضع تثمين من قبل صاحب الجلالة ودعوة للفخر بما تمكنت المملكة المغربية من إنجازه وبما سوف تنجزه في قادم الأيام، خاصة أننا مقبلون على احتضان مناسبات رياضية دولية في مقدمتها كأس العالم 2030. تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي طبقا للنموذج التنموي الجديد. رهان مغربي لا يقف عند حدود المنجزات، لكنه أيضا يربطها بتحسين ظروف عيش المواطنين ويعيد توجيه